ضعف الانتصاب، الحقيقة العلمية اللي محدش قالها لك قبل كده واللي معظم الناس تتحرج تتكلم فيها. من الآخر، في فيديو امبارح فتحنا موضوع مهم وناس كتير ما تتكلمش فيه، وهو ضعف الرغبة الجنسية، وناقشنا فيها الحلول الطبية والطبيعية بدون حرج وبالعلم. وطبعا ده ملك كومنتات بأسئلة ورغبات عن موضوع يخص الرجالة بالذات، وبرضه ناس كتير ما تتكلمش فيه ولا بترضى تتناقش مع الدكتور فيه، وهو موضوع ضعف الانتصاب. بس خليني أبدأ وأسألك سؤال مهم جدا، هو ليه موضوع ضعف الانتصاب لسه لحد دلوقتي بيتقال عليه إحراج؟ وليه رجالة كتير بتعاني في الصمت ويفتكروا إن المشكلة دي في دماغهم أو في سنهم؟ وهل طبيعي إن الراجل في الثلاثينات أو الأربعينيات يحس إن جسمه خانه؟ هل التعب والسمنة، الضغط العصبي وقلة النوم يوصلوا لدرجة إنها تأثر على أهم غريزة في الإنسان؟ وهل فعلا دايما الحل حباية ولا الحبوب دي مجرد مسكنات؟ والأخطر بقى، هل ضعف الانتصاب ممكن تكون رسالة إن في مشكلة أكبر جاية في السكة؟ القلب والشرايين، السكر والهرمونات. الفيديو ده مش عن الإحراج ولا هنتكلم عن وصفة سحرية، ده فيديو علمي صريح ومهم جدا لأي راجل مهتم بصحته وحياته. تعالوا نفهم القصة من الأول. يعني إيه ضعف انتصاب أصلا؟ ضعف انتصاب مش معناته إن الانتصاب مش بيحصل خالص. المفهوم الطبي هو عدم القدرة على الوصول لانتصاب كافي أو الحفاظ عليه بشكل يسمح بعلاقة مستقرة ومرضية، وده يكون متكرر ومؤثر على الحياة. الانتصاب عملية معقدة جدا بتعتمد على 4 أنظمة شغالة مع بعض في نفس اللحظة: الأعصاب اللي بتنقل الإشارات من المخ، الأوعية الدموية اللي بتوصل الدم، الهرمونات اللي بتنظم الاستجابة، والحالة النفسية اللي بتسمح بالاسترخاء. أي خلل بسيط في أي جزء من دول ممكن يبان في صورة ضعف انتصاب، وعلشان كده المشكلة مش سطحية وما ينفعش تتشاف على إنها حاجة بسيطة. هل ضعف الانتصاب نفسي ولا عضوي؟ سنين طويلة كان بيتقال إن ضعف الانتصاب ده حالة نفسية، لكن العلم الحديث أثبت إن النسبة الأكبر عضوية، والنفسي بيبقى عامل مساعد ومش السبب الأساسي. مشاكل في الأوعية الدموية، ضعف تدفق الدم، مقاومة الإنسولين، مرض السمنة، واضطرابات الهرمونات، كلها أسباب عضوية واضحة. التوتر والقلق بيجوا بعد كده يزودوا بقى المشكلة، لأن دول يرفعوا هرمون الضغط اللي بيقفل الانتصاب حتى بقى لو الجسم قادر. يعني ببساطة الجسم يبوظ الأول والمخ يقلق بعد كده. مين أكتر ناس عرضة لضعف الانتصاب؟ الناس اللي عندها نمط حياة غير صحي هم أكتر ناس عرضة لضعف الانتصاب. على فكرة السن مش العامل الأساسي زي ما ناس كتير فاكرة. أكتر فئة من الرجالة بتعاني اللي عندهم مرض السمنة، خصوصا دهون البطن، مرضى السكر والضغط، المدخنين اللي نومهم قليل أو متقطع، واللي عايشين في توتر مستمر ومزمن. ودلوقتي على فكرة بقينا نشوف ضعف انتصاب في سن صغير بسبب قلة الحركة والأكل الغلط. ضعف الانتصاب بقت مراية للصحة العامة. إزاي مرض السمنة بيأثر على الانتصاب؟ السمنة على فكرة من أخطر الأسباب لضعف الانتصاب، وبيأثر ب3 طرق علمية وواضحة. أول طريقة بتقلل تدفق الدم بسبب تأثيرها على الأوعية الدموية. نمرة 2، الدهون الزيادة بتحول جزء من هرمونات الذكورة لهرمونات تانية فيقل المستوى الفعال. وثالثا بقى، دهون البطن بتطلع مواد التهابية بتأثر مباشرة على الانتصاب. عشان كده دراسات كتير أثبتت إن نزول الوزن حتى لو 5-10% بس ممكن يحسن الانتصاب بشكل ملحوظ جدا من غير أي أدوية. هل ضعف الانتصاب ممكن يكون علامة لمرض أخطر؟ ممكن، ودي من أهم النقط. ضعف الانتصاب في حالات كتير جدا بتظهر قبل مشاكل في أمراض القلب بسنين. طب ليه؟ لأن شرايين العضو الذكري صغيرة جدا، فبتتأثر بالانسداد قبل شرايين القلب بكتير. يعني الجسم بيديك إنذار بدري. علشان كده ضعف الانتصاب مش بس مشكلة جنسية، ده مؤشر صحي ومهم جدا ولازم تاخده بجد جدا. ايه دور النوم والتوتر في ضعف الانتصاب؟ قلة النوم بتقلل إفراز هرمون الذكورة وبتزود هرمون الضغط، والتوتر المستمر بيخلي الجسم في وضع خطر
ومفيش خطر يسمح بانتصاب. ده في دراسات بقى كتير أثبتت إن النوم وتحسين النوم لوحده من غير ولا أي أدوية بيحسن الأداء الجنسي عند نسبة كبيرة من الرجالة. أنا دايما أقول النوم مش رفاهية، ده علاج. هل ضعف الانتصاب قابل للعلاج؟ في أغلب الحالات أيوة، بس خد بالك العلاج الحقيقي مش دايما علاج سريع. لازم نعرف السبب. هل المشكلة أوعية دموية؟ مشكلة هرمونات؟ مشكلة نمط حياة؟ أو مشكلة نفسية؟ لما السبب يتعالج الجسم يرجع يشتغل بشكل طبيعي جدا. الفكرة إنك ما تعالجش العرض وتسيب السبب. إيه أفضل علاج لضعف الانتصاب؟ الأدوية اللي موجودة بتشتغل عن طريق تحسين تدفق الدم، وعند ناس كتير جدا بتدي نتائج هايلة، لكن لازم تفهم إن تأثيرها مؤقت وما بتعالجش السبب ومش مناسبة لكل الناس، وعشان كده لازم استخدامها يكون تحت إشراف ومعاه خط علاج شامل، مش الاعتماد عليها بس. هل في طرق طبيعية فعالة؟ على فكرة الطرق الطبيعية هي الأساس في أغلب الحالات. نزول الوزن، تحسين الأكل، حركة منتظمة، نوم كفاية، وتقليل التوتر. الدراسات كلها بتأكد إن التغييرات دي بتحسن الانتصاب بنسبة كبيرة جدا، خصوصا لو اتعالجت في بدايتها. امتى نطلب مساعدة طبية؟ تطلب مساعدة طبية لو ضعف الانتصاب مستمر متكرر بيأثر على حياتك أو ظهر فجأة. ساعتها لازم تقييم طبي، مش عشان تاخد حباية لكن عشان صحتك كلها. الخلاصة يا جماعة، ضعف الانتصاب مش موضوع عيب ومش ضعف ومش نهاية الطريق. دي رسالة من جسمك لو فهمتها صح بتتصلح أكتر مما تتخيل. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ضعف الانتصاب، الحياة الطبية اللي محدش قالها قبل كده، من غير إحراج وبالعلم. من الآخر.